لاحظ كده طريقة عمل الحساس أو الصمام دوت، هتلاقيه مع قفل وفتح الكونتاكت بياخد وضعيتين، إما إنه بيقفل فيمنع دخول الهواء أو يفتح فيسمح بدخول الهواء. وطبعا لما بيبوظ أو بيعطل بيعلق على واحدة من الوضعيات دي، إما إنه يعلق على وضع الفتح فيسمح بدخول كمية كبيرة جدا من الهواء، فتلاقي العربية تهيج والار بي ام يبقى عالي جدا جدا زي ما أنت شايف على 2 أو 3. او يعطل منك على وضع القفل فتلاقي العربيه تبطل مباشره اول ما تشيل رجلك من على البنزين، لانه بيكون قفل مسار الهواء. زي ما انت شايف احنا داخلين على المطب اهوت، والعربيه بطلت لان حساس الايدل معلق على وضع القفل. خلينا بقى نفهم هو بيشتغل ازاي. ببساطه شديده اول ما بترفع رجلك من على دواسه البنزين زي ما انت شايف الثروتل بادي بيتقفل تماما، وهنا طبعا المحرك مش هيقدر يدخل له هواء ولا يتنفس، فطبيعي انه يبطل. لكن ده ما بيحصلش بسبب وجود مسار هواء بديل عند السهم الاحمر دوت، الخرم اللي انت شايفه ده. الخرم ده بيمثل مسار هواء بديل بيسمح للمحرك انه يشتغل في حاله ان الثروتل بادي او البوابه مقفوله